مرحبا أصدقائي الأطفال، أينما كنتم في برنامجكم براعم. معكم أنا صديقتكم نورة مهرية. ومعكم صديقكم محمد. وصديقكم منجوس. مرحبا منجوس، مرحبا محمد، كيف حالكم؟ الحمد لله. أنتم بخير؟ نعم. نعم بخير. مرحبا بكم أيضا أنتم أصدقائي الأطفال أينما كنتم، إن شاء الله تكونون بخير وبصحة وبعافية. في هذه الحلقة سنتناول الكثير من الأشياء المفيدة والممتعة، وسنكتشف الكثير أيضا. جهزوا أنفسكم، سوف ننطلق في رحلة كوكب براعم، ولكن كبداية علينا أن نذهب لأول محطة. هل تعرفون ما هي؟ يا ترى يا ترى ما هي محطتنا الأولى؟ هل هي الخيانة؟ لا. إنها القصة. صحيح، أحسنت يا منجوس. إذا سوف نذهب إلى فقرتنا القادمة وأول محطتنا القصة، فهيا بنا. هيا. كان يا مكان في سالف العصر والأوان، كان في قرية جميلة يعيش فيها نمل بسعادة وهناء. وفي فصل الصيف كعادة النمل يجمع بعضا من الحبوب والقمح لتخزينها لأجل مؤونة فصل الشتاء. فكما نعرف فصل الشتاء يقل الطعام وتكثر العواصف الرعدية والأمطار، فيحب النمل أن يختزن في حجره وبيوته. وفي أحد الأيام مع بداية فصل الشتاء كان هناك عائلة من النمل تتكون من أم وطفلين. في تلك الليلة نزل مطر شديد، فقالت النملة لأطفالها: هلموا وادخلوا واحتموا في البيت كي لا تمرضوا. ولكن النمل ذهب، لكن بيتهم قد تدمر بسبب المياه، واختفى كل محصولهم وتعبهم في جمع تلك البذور طوال فصل الصيف لفصل الشتاء. بقيت الأم حائرة لا تدري ماذا تفعل. أطفالها بدأوا يطلبون الطعام فهم في شدة من الجوع. المطر ما زال ينهمر، بيتهم قد تهدم، وبقيت على حالها حائرة تفكر ماذا تفعل. ولكن مع إلحاح أطفالها الصغار: ماما نحن جائعون، ماما نحن جائعون نريد طعاما، قررت أن تغامر لأجل أطفالها وأن تذهب وتبحث عن الطعام، والمطر ما زال ينهمر. ذهبت الأم تبحث وتبحث وتبحث، ولكن لم تجد أي طعام، لم تجد شيئا بسبب نزول الأمطار الشديد. عادت إلى البيت وأخبرت أولادها أنها لم تجد الطعام. حزن الأطفال جدا، وهم كانوا يظنون أنه سيأتي الفرج وستجلب لهم أمهم الأكل ويشبعون بطونهم. ذهبت الأم تفكر وتفكر ما هو الحل الذي سوف تفعله لتنقذ أطفالها الصغار، إلى أن أتاها حل جميل جدا، وهي أن تذهب وتجارتها النملة عسى عندها طعام. فذهبت النملة لجارتها وأخبرت أطفالها أن ينتظروها، وأكيد سوف تجلب لهم هذه المرة طعاما يسد جوعهم. ذهبت النملة للجارة، وهي في أثناء ذهابها للبيت سمعت الجارة تقول لأطفالها: خذوا من هذه الحبوب وكلوها، وسوف تبقى لنا إلى بعد انتهاء العاصفة وإشراق أو استشراق الشمس من جديد. فذهبت النملة ودقدقت على جارتها تأمل أن تعطيها بعضا من الطعام الذي لديها، وبما أنعم الله عنها فدققت الباب، طق طق طق. فتحت الجارة، أخبرتها: عزيزتي جارتي، أنا أعتذر لأنني أتيتك في هكذا وقت مع هذا الليل وهذا المطر، ولكن أطفالي جائعون لا نملك أي طعام. هل من الممكن أن تعطينا بعضا من الطعام لكي يأكل أطفالي ولا يموتون من الجوع؟ قالت لها الجارة: ليس لدي طعام، حتى أطفالي جائعون، لا نملك طعاما، نعتذر. فحزنت النملة وعادت إلى بيتها خائبة وحزينة. حينما عادت إلى البيت رآها الأطفال ففرحوا جدا، ظنوا أن الطعام قد جاء وأن أمهم أكيد جلبت لهم أكلا يسد بهم جوعهم.
ولكن الأم حزنت وأخبرت أطفالها أنها لم تجلب لهم الطعام، وعليهم الصبر لكي تأتيهم بالطعام حينما ينتهي هذا المطر وحينما تشرق الشمس من جديد. بقي تلك الليلة الأطفال جائعون، وحل النهار وتوقف المطر، فذهبت النملة وأطفالها ليجمعوا بعضا من الطعام، وحصل وجدوا طعاما وأخذوه إلى البيت وأكلوا وشبعوا وحمدوا الله على تلك النعمة، وخزنوا بعضا من الحبوب أيضا، وجهزوا بيتهم لأجل العاصفة القادمة. وأتت عاصفة أخرى، وحينها كان الدور على جارتها، لم تجد طعاما لتأكل منه هي أو أطفالها، فماذا فعلت؟ زارت جارتها الأولى تخبرها أن تعطيها طعاما، ولكنها تفكر: يا ترى هل ستفعل جارتي نفس التصرف الذي فعلته أنا حينما بخلت عنها من الأكل والطعام وحرمت أطفالها من طعام كي يسدون به جوعها؟ كانت تذهب وتتحرك وتتحرك وهي تفكر: يا ترى هل سيفعل ذلك أم لا، أو سيحدث ذلك أم لا. ذهبت الجارة ودقدقت على جارتها، أخبرتها أنها جائعة وأن أطفالها جياع وأنها تبحث عن طعام، فهل من الممكن أن تعطيها بعضا من الطعام الذي رزقها الله لها؟ فقالت لها: حسنا يا جارتي، لا بأس، سأعطيك طعاما مما أعطانا الله وسوف يوصله أطفالي إلى بيتك. انصدمت النملة وقالت لها: شكرا لك لأنك كنت كريمة وحسنة وتعاملت معي بتصرف علمني درسا كبير. توتة توتة، خلصت الحتوتة. ما رأيكم؟ إنها جميلة. عجبتكم القصة؟ نعم. ماذا استفدتم من قصتنا لهذا اليوم؟ أن لن تكون بخيلا وإنك ترزق الناس وما تكون طماع. جميل جدا، أحسنت يا محمد. ماذا عنك يا منجوس؟ إنها قصة رائعة، ولا بد للإنسان أن يكون كريما. جميل. وماذا أيضا؟ وأن الإنسان إذا كان لديه أي شيء كثير لا بد أن يعطي من ليس لديه. صحيح، وعلينا أن نتشارك الرزق الذي أعطانا الله إياه مع عباده، وهذا بكرم وحب وإخلاص ومحبة للآخرين، من أجل أن ماذا نكون سعداء ونعيش بسعادة وكرم ولا نبخل أحدا. فإذا بخلنا أحدا سوف يبخلنا الله، وإذا لم نكن كرماء سوف يغضب عنا الله أيضا ورسوله الكريم، لأنهم دائما ما يشجعوننا على أن نكون كرماء مع الناس، أليس كذلك؟ نعم. ونبغض تصرف البخل، فهو تصرف سيء، أليس كذلك؟ نعم. إنه بخل سيء. صحيح. وأنتم أيضا أصدقائي الأطفال، سوف ننتقل إلى فقرة قادمة ومحطة قادمة. ما رأيكم؟ تشوقون؟ نعم. تشوق يا منجوس؟ نعم بالتأكيد. وإذا عنكم يا أصدقائي الأطفال، ولكن بعد الفاصل، ابقوا معنا. مرحبا أيها الأصدقاء الأعزاء، والآن مع الفقرة المشوقة التي تحبونها جدا، وهي فقرة التجربة مع الأستاذة نورة ومحمد. مرحبا بكم أصدقائي الأطفال مجددا في هذه الفقرة المميزة الجميلة جدا التي نحبها جميعا، وهي التجربة. وفي هذه المرة سوف نتعلم شيئا جديدا وجميلا يمكننا صناعته في البيت، ولكن بشرط أن يكون معكم أحد من الكبار. حسنا، بابا أو ماما أو أخوكم أو أختكم الكبيرة. حسنا، أول شيء سوف نحتاج إناء، وأيضا زيت، وأيضا ملح، وكذلك طحين أبيض، ونحتاج إلى ملون طعام بأي لون تريدونه، وإلى مياه دافئة، وسوف نصنع عجينا في البيت يمكننا اللعب به مثل ما نشاء.
تشوق يا محمد؟ نعم. تعال إلى هنا، سوف تجرب معي هذه التجربة. ها حسنا، أول شيء سوف ماذا نأخذ. عني؟ أنا سأتفرج. تشاهد حسنا. فقط يا منجوس. حسنا، خذ واختر 4 ملاعق، ضعها في هذا الإناء من الطحين. ملعقة، 2، وهكذا سوف نصنع عجين. 3، 4. أحسنت، برافو. ثم ماذا سوف نضع؟ ملعقتين من الملح. نأخذ الملح الآن أيضا، سوف نضع ملعقتين. تفضل، خذ جيدا هكذا. أحسنت. 1. ملعقة أخرى، لأنها لم تكن ملعقة كاملة، سوف نأخذ قليلا بعد. أحسنت، وهكذا صارت ملعقتين. أخلطها معا. تفضل أخلطها الآن. جميل، هكذا نخلط الطحين مع الملح ونمزجها جيدا. أحسنت، برافو. من هنا أيضا. هل أنت مستمتع يا محمد؟ نعم. شوق لتصنع عجينك بنفسك؟ نعم. جميل، أحسنت، حسنا. وهكذا نكون قد أنهينا من الفقرة الأولى، وهي صنع أو خلط الطحين مع الملح. ثم نذهب ونترك هذا المزيج بعيدا قليلا هنا، ونجلب إناء آخر نضع فيه كوبا من الماء الدافئ هنا هكذا. إذن أنهينا الكوب. ثم نضع ماذا؟ نضع الزيت الزيتون أو الزيت أيا كان، ملعقة. حسنا، ونضع أيضا ملونا من الطعام. سوف نختار اللون الأزرق. اتفقنا؟ بعضا من ملون الطعام هكذا. أنا لدي سؤال. نعم. ما الذي سنفعل بهذه العجينة؟ سوف نلعب بها. يا سلام، أحب اللعب. سوف نشكل أشكالا وأيضا شخصيات ونرسم بها وغيرها. لا تريد أن تقع؟ وحسنا. وهكذا وضعنا بعضا من الماء، وأيضا ماذا؟ زيت زيتون، ولو نخلطه هكذا لكي يصبح اللون في المياه مثل ما تشاهدون الآن أمامكم. نحن نمزج هذا الخليط مع بعضه أولا. بهذه الطريقة مزجنا الخليط، ثم نذهب ونأتي بالطحين والملح ونضيفهم إلى الخليط هكذا، قليلا ثم قليلا ثم قليلا. بما أن الخليط أظنه يحتاج أكثر إلى الطحين، زودنا قليلا من المياه. أنصحكم بأن تضعوا ربعا من الماء. تمام. سوف نضيف الطحين مجددا. تمام. هل متشوق لرؤية طحين بلون أزرق قليلا؟ نعم. حسنا. محمد، ممكن تجلب لي بعض الطحين أيضا؟ أحتاج إلى طحين أكثر. أين هو الطحين؟ هناك. بس خلطها. يلا اعطيني. تفضلي. شكرا يا محمد، أحسنت. لأننا قمنا بشيء خاطئا قليلا. المفترض نضع أقل من الكوب من الماء. حسنا، لكي يكون المزيج صحيحا نضع المزيد من الطحين كي يمتزج. خذ يا محمد، أمسك. أنا أقول لك ضف لي الطحين، ضف لي. تمام، اتفقنا؟ تمام. سوف نبقى نخلط ونضيف الطحين إلى أن تتشكل لدينا عجينة متماسكة. ضف يا محمد طحينة. ضف بكلها كلها. أحسنت، برافو.
هل تريد أن تقول شيء يا منجوس؟ تخبرنا عن تجربتنا؟ لديك ما تقول عن التجربة؟ نعم. ما هي؟ أنا متشوق للعب، لذلك لابد أن تنهوها. جميل. سوف نلعب بالعجينة. نعم بالتأكيد. نريد مزيدا من الطحين أيضا لأننا استخدمنا الكثير من المياه. ضع بعضا من الطحين يا محمد. أحسنت. كمان أيضا أكثر. لا تخفض. حسنا جيد. هكذا يكفي. وهكذا رأيت كيف بدأت تمتزج العجينة. رأيت لونها. إنها جميلة. صحيح ذهب لونها إلى الأخضر. لا ندري لماذا ذهب لونها إلى الأخضر. لم تعد زرقاء. حسنا سوف أحاول أن أعجنها بيدي الآن. ما عادت تصح بالملعقة. سوف نحاول أن نعجنها باليد هكذا. حسنا. وهذه هي نتيجتنا بعد ما عجننا العجينة. جيد. صارت بهذا الشكل. انظروا يمكننا الآن أن نصنع بها أشكالا وأن نرسم بها مثل ما نشاء. ما رأيك يا محمد؟ إنها جميلة. أعجبتك؟ نعم. ما الذي سوف تفعل بها؟ سوف ألعب بها وأصنع أشكالا جميلة. جميل. تفضل. مثلا سوف ندع محمد لكي يلعب بهذه العجينة كما يشاء، ونحن ننتقل إلى الفقرة القادمة. ومحطتنا القادمة هي التحدي. هل أنت قد التحدي يا محمد؟ نعم. ماذا عنك يا منجوس؟ إنني جاهز ومستعد. مستعدون للتحدي أنتم أيضا أصدقاء الأطفال؟ هيا بنا. مرحبا بكم في فقرة التحدي لهذا اليوم. وهذه المرة هناك أسئلة جميلة وصعبة قليلا لأصدقاء الأطفال. ماذا عنكم أنتم أيضا لما تشاهدوننا خلف الشاشة؟ عليكم أن تجيبوها بشكل صحيح. حسنا حسنا. يا ترى يا محمد هل أنت جاهز؟ نعم. ماذا عنك يا منجوس؟ إنني مستعد. مستعد؟ متأكدين؟ نعم. جاهزين؟ نعم. شوقين للعب؟ نعم. أكيد. هيا بنا لنرى من سوف يجيب عن السؤال الأول يا ترى. السؤال الأول يقول أنا سأطرح السؤال أولا يا منجوس. حسنا. كيف سوف تجيب وأنت لا تدري السؤال؟ السؤال الأول يقول: من هي الصحابية صاحبة مقولة لا يضر الشاة سلخها بعد ذبحها؟ من يا ترى؟ لم تعرف الإجابة الآن يا منجوس. كنت متشوق للإجابة. أين يدك يا منجوس؟ لا أراها. حسنا يا ترى. تفضل يا محمد. الجواب هو أسماء بن لا، أسماء بن أبو بكر الصديق. صحيح. ما شاء الله. برافو يا محمد. أحسنت. الجواب هي السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق. أحسنت. أو السؤال الثاني يقول: من أول من أمر بتجميع القرآن الكريم؟ يا ترى من سوف يجيب؟ أنا سأجيب. منجوس أم محمد؟ يا ترى من سوف أختار؟ من اخترتك يا محمد؟ سوف نرى منجوس هذه المرة. تفضل. أنا حسنا. إنه الصحابي الجليل أبي بكر بن الصديق. أحسنت يا منجوس. برافو. أحسنت أيضا. شكرا. تعادل الآن 1-1. سوف أفوز عليك. لن تستطيع. لا، سوف أفوز. لا لن تستطيع. ترى من سوف يفوز؟ هل أنتم عرفتم من سيفوز، محمد أم منجوس؟ يلا كل واحد يشجع من يريد. فمنجوس أو محمد. حسنا. هيا يا أصدقاء شجعوا منجوس. شجعوا محمد ليس منجوس. سوف أهزمه. حسنا يا ترى. سوف نرى. السؤال الأخير هو الفاصل. السؤال يقول: السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم أبناؤها؟ أذكر لنا أبناء السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. حسنا. منجوس لا أرى يدك. لا أرى يدك يا منجوس. لم تعرف الإجابة. يا خيبتي يا منجوس. سؤال سهل. انظر إلى محمد كيف يرفع يده. تفضل. حسين وأم كلثوم. جميل. ما شاء الله. كنت أعرفه. أين أنت؟
كنت أعرف الأجوبة. كنت تعرف الإجابة لكنك الآن أين أنت؟ تختفي. أريني وجهك يا وجوس. رأيت كيف محمد يعرف؟ رأيت كيف فازك محمد؟ لك سوف أفوز عليك. رأيت كيف محمد ما شاء الله شاطر؟ سأهزمه في المرة القادمة. حسنا، وهذا ما أحبه فيك يا منجوس، أنت تتقبل الخسارة والفوز، كما أنك دائما ما تحاول أن تشارك مجادلة وتفوز في المرة القادمة، أليس كذلك؟ نعم إن شاء الله. جميل. إذا يا أصدقائي، كم إجابة عرفتم من إجاباتي 3؟ هل كنتم مثل محمد أم كنتم مثل منجوس؟ أخبرونا. حسنا، هذه هي فقراتنا لهذا اليوم. صنعنا عجينا مع بعض، أليس كذلك؟ لعبنا به سوية وتحدينا بعضنا البعض في أسئلة، وسمعنا قصة جميلة مني ومن أصدقائي الأطفال أيضا محمد ومنجوس. أنتم وإياكم العدد القادم. إلى اللقاء. إلى اللقاء.